ويدخلوا مسابقه اللي هيكسب فيها هتجوز البنت المليونيره، وكل واحد بيرفع جرد الميه واللي هيوقع بس شويه صغيرين هيخرج من المسابقه. وبتسالهم انا بحب لون ايه، واي حد ما بيعرفش بتفضل تكهربه وتحس انها بتعذبه ومش بيدور على عريس. وفي واحد بيقول انت مليونيره ما عندكيش رحمه، وفجاه بتبلع حاجه وفي حاجه بتقع في زورها والبنت بيغمى عليها ومحدش بيرضى انه يساعدها. وفي واحد بيقول للمقنع اللي مخترع اللعبه انت واقف عندك تعمل ايه، ما تنقذها، وما برضاش برضه يتحرك من مكانه وبيروح وبيفضل ينفخ في بقها واثبت انها عامله مقلب. وفي متسابق بيقول خلاص انت نزلت الجردل وخسرت، والبنت بتقول لا هو راح للمرحله الاخيره عشان هو انقذني. بعد كده البنت بتسال المقنع انت مش عايز توريني وشك ليه، ولما بتحط ايديه على القناع وبيقول لها لو حاولت تشوف وش تاني هتحصل لك مشكله كبيره. وبيكون في متسابق شايفه وبعد شويه بيروح له وبيقول له انا عايزك تقول اللي هيحصل ايه في المرحله اللي جايه عشان نعمل حسابه واكسب. ولما ما بيردش عليه بيشيل من وشه قناع وبيصوره بسرعه وبيقول له لو ما قلتش دلوقتي هوري للناس كلها وشك. بس برضه ما بيردش عليه وبيتعصب وبيقول له انت ما بتردش عليا ليه. والبنت الغنيه بتقول له عشان هو اصلا ده مش صاحب اللعبه، وبتقول له ده الخدام بتاعي، وبتقول له عشان حاولت تخدعنا فانت خرجت من المسابقه. والمقنع صاحب اللعبه بيقول له انا ممكن اعمل معاك دلوقتي اللي ما يتعملش.